مساء الفل عليكم، ايه الاخبار؟ انا اسلام ناجي، بورتريه فاشن فوتوغرافر، والنهارده فيديو جديد. فيديو النهارده عن الوايت بالانس او توازن اللون الابيض او درجه حراره اللون، ايا كان انت بتفضل تسميه ايه. هنتكلم عنه النهارده بالتفصيل. قمت وقعدت كتير انا. خلونا قبل ما نخش نتفرج على الفيديو، لو انت مش موجود او اول مره بتتفرج معانا على القناه، ما تنساش تعمل سبسكرايب، تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت موجود او مش موجود، ما تنساش تسيب كومنت وتعمل لايك عشان الفيديو كده بيوصل لناس اكتر، وده بيكون دعم منكم للقناه وليا عشان اقدر اكمل. الفيديو دوت تابع لسلسله تعليم التصوير من البدايه. لو انت ما اتفرجتش على الفيديو الاولاني بتاع مثلث التعريض، هحط لكم في الاي هنا او هنا حسب ما انت بتتفرج منين. خلينا نروح على طول ونبتدي الكلام في الفيديو بتاعنا. اوكي، خلينا الاول نروح ناخد فكره سريعه عن ليه اتسمى بالوايت بالانس او درجه حراره اللون الابيض. اشمعنى اللون الابيض؟ اللون الابيض هو اللون الوحيد اللي بيعكس اي لون بينزل عليه بنفس درجه اللون، ما بيغيرش، ما بيأثرش في درجه اللون اللي نازل عليه. يعني لو جبت لوحه بيضاء وعملت عليها لون بلو هيطلع بلو، عملت عليها لون بيربل هيطلع لون بيربل، عملت عليها لون ريد هيطلع لون ريد. فهو ما بيأثرش في اللون اللي هينزل عليه، بعكس مثلا اللون الاسود. اللون الاسود بيمتص كل الالوان. وصحيح لو انت من الناس اللي بتحب تقرا اكتر ما تسمع، المعلومات دي كمان هتلاقيها على جروب اسمه Learn Light and Shadow Photography. هسيب لكم اللينك بتاع الجروب في الديسكريبشن. اوكي كده احنا خدنا فكرة عن ليه هو وايت بالانس او ليه هو اللون الابيض. نروح لفكرة كلفن. ليه كلفن؟ ايه هي كلفن؟ الكلفن هي مقياس درجة حرارة اللون. ليه اتسمت كلفن؟ العالم اللي اخترع النظرية ديت اسمه كلفن. ومش هنخش كتير في النظرية ديت لان هي اقرب في الفيزياء من التصوير. خلينا على طول نخش في موضوع الفيديو بتاعنا. دلوقتي انا هشرح تقريبا الاوضاع اللي موجودة في معظم الكاميرات، اذا كانت كانون، نيكون، سوني، فوجي. ديت الاوضاع تقريبا موجودة في كل الكاميرات، وانا بشوفها من الاوضاع الاساسية. حتى لو الكاميرا بتاعتك فيها اوضاع مختلفة، فالاوضاع اللي انا هقولها دلوقتي هي الاوضاع الاساسية اللي انت ممكن تتعامل فيها مع الكاميرا بتاعتك. فخلينا نبتدي بالداي لايت. الداي لايت ليه رقم، كل اللي انا هقوله ليه رقم، والرقم دوت مش رقم اللي هو يعني بالظبط، هو بيتراوح في الحته ديت. يعني الداي لايت مثلا من 5200 كلفن ل 5500 كلفن. ايه فكره الكلفن ديت؟ يعني ايه هو 5200 و 5500؟ دلوقتي احنا العين البشريه بتاعتنا قادره تشوف اللون الابيض وتترجمه وتوصل للمخ او للعقل، العقل يشوفه ابيض مهما كان بقى، يعني متاثر بايه. الكاميرا او سنسور الكاميرا ما فيهوش الميزه ديت، فاحنا لازم بندي الكاميرا بتاعتنا الرقم اللي يشوف بيه. اقول له ان احنا دلوقتي السيتويشن بتاعي داي لايت، احنا النهارده الشمس فوقيه مظبوط، مفيش اي كلاودز، مفيش اي غيوم، مفيش. انا دلوقتي 5500 5200. فانت اديت للكاميرا بتاعتك افريج ارقام تبتدي تطلع لك الوايت بتاعك هنا مظبوط. انت بتقول لها ان انت لو رحتي للرقم دوت هتشوفي الوايت مظبوط. طيب انا عايز اعرف امتى اروح على الرقم ده اصلا، او امتى اختار الوضع ده. كل وضع شارح نفسه. داي لايت انا هو نور الشمس، نور الشمس صريح. هنيجي بعد كده وضع اسمه شيد. شيد يعني غيوم في الظل. هتلاقي الظل دايما رايح ناحية البلو شوية. فانت دلوقتي بتقول للكاميرا بتاعتك ان انت لو رحتي ناحية البلو هتلاقي اللون الابيض مظبوط. طيب هو لو راحت ناحية البلو هتلاقي اللون الابيض مظبوط بس هتفضل بلو. بس انا هقول لها ان احنا هنخش او هنحط افريج رقم 8000. شيد بيساوي 8000. فهي الكاميرا هتبتدي على البلو اللي ظاهر تضيف وورم فيعمل بالانس للون الابيض. وهي دي الفكره في كل الاوضاع. هقولهم سريعا وبعدين نروح نشوف نظبطه كمان ازاي كاستم. كلاودي 6000، انكانسيت 3000. ودوت من الاوضاع اللي الكاميرا فيه بتضيف كولد تونز، بتضيف بلو، بتضيف ميكس من الالوان الكولد عشان تعمل
بالانس للوايت. بعد كده عندي فلاش وهو حوالي 5400. بعد كده عندنا كي اللي هي كلفن، احنا اوريدي اتكلمنا عليها. يعني ليتس سي مثلا انا قلت له داي لايت، بس يعني هو مش ستاندر، يعني هو في شمس بس في حتت، يعني عايز مثلا اللي هو بدل ما يبقى 5500 عايزها تقل مثلا ل 5000. فانت ممكن تخش على الكي ديت، خلاص انت عرفت الافريج بتاعك منين، فتخش تكتب 5000 كلفن وتطلع الوايت بتاعك. مع الوقت انت هتعرف تشوف، انت كل الفكرة ان انت تشوف اللون الابيض ابيض كده، انت ظبطت الوايت بالانس بتاعك. بعد كده في حاجة عندي اسمها كاستوم. الكاستوم ديت انت بتوري الكاميرا بتاعتك اللون الابيض صريح، وهي تبتدي تطلع الافريج بتاعها. يعني انت بتقول لها هو دوت، بتخش على الكاستوم، تدوس على الوضع بتاع الكاستوم، تجيب ورقة بيضة، تجيب حاجة بيضة بيور، بس دوت يكون في نفس السيتويشن اللايت. يعني انا دلوقتي قاعد هنا، فانا هجيب الورقة البيضة احطها let's say هي دي خلينا نقول ان هي الورقة البيضة بتاعتنا. ده وضع اللايت اللي عندي، انا ما غيرتوش. لما انا هشيلها هو كده خلاص بقى، يعني هو ده سيتويشن اللايت. بس خلينا نقول ان لو انت اتغيرت من مكان لمكان وانت عامل كاستم، لازم بترجع تظبط تاني. فهنتكلم ازاي نعمل كاستم من جوه الكاميرا. بتخش على الكاستم اعدادات وتقول له ان هو ده الوايت وتدوس اوكي، بيبدأ يطلع لك افريج، وهو دوت بيكون الكلفن بتاعك. طيب انت ما عملتش الكلام دوت، تبتدي تعمل ايه؟ صورت، او انت مش عايز من بين كل سيتويشن تبدا تديها كاستم، او تبدا ان انت تظبط، تحط ورقه وتظبط الاول وتخش جوه الاعدادات والقصه عندك كبيره. هتروح لمرحله الايديت. كل سيتويشن او كل لوكيشن هتروح تصور فيه، ضيف الورقه البيضاء، خلي بس الموديل، خلي بس المساعد، انت خد صورة بالابيض في نفس ظروف الاضاءة. وبعد كده نروح دلوقتي على الايديت نشوف هنظبطها ازاي. اوكي، دلوقتي احنا جوه اللايت روم، ونفس الطريقة اللي احنا هنعملها على اللايت روم نقدر نعملها على الكاميرا رو، نقدر نعملها على اي حاجة. الموضوع سهل جدا. اللي انا اتصورت بيه دوت ده الفلاش ديسك. فلاش ديسك ممكن تستبدله بكارت جراي، ممكن تستبدله بورقة بيضاء. كل دولت حاجات ينفع تظبط بيهم الوايت بالانس بتاعك، مفيهوش اي مشكله. طيب ايه الخطوات اللي احنا هنعملها عشان نوصل للموضوع دوت؟ الخطوات بتاعتنا هي خطوه واحده بس. هاخد الاي دروب تول واروح على اللون الجراي، اتظبط الوايت بالانس بتاعي. مادام انا بصور في لوكيشن واحد بلايت واحد او شكل لايت واحد، خلاص هو دوت هيبقى الشوت بتاعي تول. هي ديت هتبقى الوايت بالانس بتاعتي طول الشوت بتاعي. وهاخد مثلا، انا جيت هنا هاخد كده كوبي، انا عندي هنا ارقام، ممكن هبقى بدخلها هنا في الحته بتاعت الوايت بالانس بين كل صوره والتانيه، او ممكن اروح رايح واخدها كوبي شبح. الصوره اللي بعدها كوبي كنترول سي، بعد كده اروح رايح على الصورة التانية كنترول او كوماند في. لو عايز تعرف اللايت روم واساسياته من الاول للاخر، وانا بشتغل على سيشن من الاول للاخر، هسيبهولك دلوقتي كمان فوق في الاي. دلوقتي يعتبر احنا خلصنا الفيديو بتاعنا، بس انا عايز منكم تاسك. بما اننا بنتعلم فاسمحوا لي اديكوا تاسك يعني حاجة انت هتعملها. عايز كل حد يحاول يصور لي في ظروف اضاءات مختلفة ويقول لي ظبط الوايت بالانس بتاعه ازاي، او طريقة الوايت بالانس والكلام دوت، ينزل بوست في الجروب بتاعي على الفيسبوك. الجروب بتاع الفيسبوك انا برد على كل الناس هناك، وبدي كومنتات على اي حد مصور اي حاجة. مجرد ان انت هتنزل البوست بتاعك هيتقبل، وهقولك هتنزل البوست بتاعك وتكتب انا استخدمت ورقة بيضة مثلا، استخدمت كارت جراي، استخدمت وايت بالانس الداي لايت، استخدمت شيد، استخدمت كلاودز، وتسيبها لي بوست، وانا هرد عليك وهقيم لك اللي انت وصلت له دوت قد ايه. ولو عندك اي سؤال في اي حاجه ارجوك سيبهولي في الكومنتس تحت دلوقتي، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو دوت في اي مكان ليه علاقه بالتصوير، بحيث ان احنا نفيد اكتر ناس ممكنه. شكرا لكم جدا، وهستناكم فيديو جديد.